شوفوا لي هاد الفطائر بلا فران كيف جاو هشاش ورطبين كيجيو رائعين صالحين للفطور او القدتي او لشهر رمضان على الابواب اللي يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر يا رب. هاد الفطائر اخواتاتي ساهلين واقتصاديين وفي متناول الجميع، كيجيو رائعين وهشاش ورطاب بمكونات بسيطه في كل بيت. بسم الله على بركة الله، نبدأ الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. هنا يا خواتاتي درت كاس ديال السميدة الرقيقة، السميدة اللي كنديروا بها الحرشة، وكاس ديال الدقيق الفرص. هنا خواتاتي راه عبرت معكم بالكاس العنبة اللي ما كيصدقوش ليها المقادير يعبر غير بالكاس، راه ان شاء الله تصدق ليها. كندير معلقة ديال الخميرة، معلقه ديال السكر، صاشي ديال الخميره، صاشي ديال الفاني، وكنخلط كل شيء بجوج كيسان ديال الماء دافي ضروري. صافي هنايا كنجمعوا الخليط ديالنا على هذا الشكل، هذا كيجي جاري شويه. خواتاتي باش تعرفوا الوصفه راه صادقه لكم، خليوها جاريه حيت غادي تختمر. هادو راه كيختمروا وكيضاعف الحجم ديالهم وكيوليو ثقال. صافي هنايا من بعد ما خليتهم 15 دقيقه خليتهم حتى اختمروا ليا. صافي وبديت ندير في المقيله ديالي، كنرشها بشويه ديال الزيت وكنخوي فيه هاد الخليط ديال الفطائر او المخنفر. صافي هنايا كنخليها حتى كطيب من التحت وكدير هاد الفقاعه، عاد كنقلبها تاني على الوجه تاني باش طيب لينا على جوج جويه. هذا خواتاتي كيطيبوا على جوج جويه، ماشي بحال البغرير، راه كيجيو رائعين وهشاشين ورائعين لذاد. جربوهم مع كويس تاع اتاي وشويه ديال العسل وشويه ديال الزبده بلديه، كيبقى الاختيار ديالكم على حسب المتناول. راه كيجيو لذادين، جربوهم وما تنسوش ليا اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا منكم. والله يعطيكم الخير والله يسهل امركم يا رب. صافي هنايا راه قلبتها خواتاتي من بعد ما تحمرت ليا من التحت، هما كيجيو رائعين وكندهنوهم بشويه ديال العسل. صافي وبصحه والراحه، والله يحفظكم والله يخلي لكم صحيحتكم والله يجازيكم بخير. حتى الفيديو القادم ان شاء الله جربوهم وخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق كيف جاوكم، واش تبغيو نشارك معكم شي وصفات ديال رمضانيه ان شاء الله. خليوا لي التعاليق ديالكم، اللي بغات نشارك معها شي حاجه تخليها ليا.